إيه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم فيديو جديد من يوتيوب. النهارده معانا وحش كاميرات البلوجينج، الكاميرا الجديده اللي لسه نازله من شهر ونص، الدي جي اي اوزمو بوكيت 3. الكاميرا دي بتنافس بقوه الايفون 15، بتنافس كل كاميرات الفلوجينج اللي في السوق، سواء السوني زد في 1 مثلا اللي انا بصور منها دلوقتي، او اي كاميرا تانية موجوده في السوق، او الايفون باستخدام الجامبل حتى، دي بتنافسه بقوه. بصراحه كاميرا يعتمد عليها اي صانع محتوى، سواء بقى بيصور اوت دور او اندور او في اي حته، ومحتاج ثبات عالي في التصوير، او محتاج صوره وهميه، او محتاج حاجه بتصور بكواليتي عالي جدا، لان الكاميرا دي بتصور 4K 120 فريم في الثانيه، which is حاجه خياليه بصراحه. تعالوا مع بعض فيديو صغير كده نفتح العلبه ونشوف ايه مكوناتها. طبعا دي النسخه اللي هي كرييتور كومبو. النسخه دي مش موجوده في السوق بصراحه، بس يعني عشان تجيبها من امازون مثلا لازم تعملها اوردر وتستناها شهر وشويه، لكن الحمد لله ادفانسد ميديا قدرت توفر لنا قطعه. وفي منها كمان النسخه الثانيه اللي هي النسخه العاديه اللي ما بيجيش فيها كل الحاجات بقى اللي جوه الكومبو دي، زي المايك وزي البطاريه الزياده والحاجات دي كلها، لكن انا انصح حد يشتريها بالكرييتور كومبو ده. فتعالوا مع بعض في الفيديو ده نفتحها ونشوف ايه محتويات العلبه واول استخدام ليها او اول تشغيل ليها، ونشوفها بتشتغل ازاي، ونركب لها كمان السكرين بروتكتور. طبعا انصحكم برضو تجيبوا لها سكرين بروتكتور سواء للكاميرا او للشاشه علشان تبقى سيفتي اكتر او تحفظوها اكتر. فتعالوا مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي فتح العلبه الجميله بتاعتنا كده. البلاستيك الجميل بتاعنا خلاص، احنا مش محتاجينك في حاجه دلوقتي. البلاستيك الجميل نشيله. تمام، نفتح العلبه من هنا كده كده. تعالوا نشوف ايه بقى محتويات العلبه. اول حاجه ده اللي بيحفظها فده ملوش لازمه. تمام، نيجي نفتح كده. فاعتقد كده بسهوله دي الشنطه اللي جواها الحاجات كلها. ونيجي هنا في بقى ايه، شويه كتالوجات، وده الضمان بتاعها والابلكيشن. تمام، وهنا كتالوج بيوريك اكيد ازاي بتشتغل والحاجات دي كلها. ده اول كتالوج معانا، وهنا في كتالوجات تانية فمش مهم الكتالوجات دي كلها. خدها كده ونحطها على جنب هنا. نيجي ناخد الصندوق الجميل ده كده نشوف فيه ايه. ناخد العلبة نخليها هنا كده، نخلي العلبة هنا. نيجي ناخد الصندوق ده ونشوف جواه ايه. طيب ده الصندوق الصغنن ده، جواه الكيس بتاعتها او الكفر بتاع دي جي اي. ماتيريال جميلة جدا بصراحة. ده الكفر بتاعها، بصوا ده الكفر اللي هي بتركب جواه، وده اعتقد مكان للمايك او حاجة. تمام، ده الكفر. فهنحطه هنا. ناخد الكرتونة دي بينها هي والكيس. ده الكفر. نيجي بقى ايه، نفتح الشنطة الشقية اللي هي دي. لا، ودي الشنطة انا بسميها شنطة الكنز، لان الحاجات اللي جواها فعلا كنز. تمام، دي الشنطة علامة الدي جي اي اهي. بصوا الشياكة، شنطة شيك بصراحة جدا في النسخة الكومبو. عشان كده انا بنصحكم دايما تجيبوا النسخة الكومبو. تعالوا نفتح الشنطة كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وافتح يا علي بابا ونشوف ايه اللي جوه. بصوا الشنطة تحسوا ان هي مليانة بصراحة. فاول حاجة معانا وهي دي الكاميرا بتاعتنا النهارده. بصوا صغيرة ازاي وجميلة ازاي، صغيرة جدا، بصوا قد ماسكة الايد بالظبط اهي. ودي الكاميرا فيها 3 ستابلايز سيستم او 3 مواتير، اللي هو ده وده وده، دول اللي بيخلوا الكاميرا ستيبل مهما انت اتحركت يمين او شمال او فوق او تحت، الكاميرا هتفضل في مكانها وتصور بثبات عالي جدا. فيعني هي جامبل كاميرا في نفس الوقت. تمام، دي الكاميرا. نيجي نشوف ايه تاني عندنا. طبعا المايك الرهيب اللي هو اصلا سعره غالي جدا، ولو انت هتشتريه لوحده مايك دي جي اي غني عن التعريف، فبيجي معاها مايك في الكومبو ده. فانا بصراحه يعني شايف ان يعني الكومبو ده موفر جدا.
المايك ده لوحده غالي جدا، وفي ابديت بيقولوا هينزل ان انت تقدر تشغل مايكين مع بعض خلال التصوير، علشان لو بتعمل انترفيو او حاجه او بتكلم حد او حاجه عايز تعمل معاه لقاء او حاجه، فتقدر تستخدم المايكين مع بعض. وده المايك اهو، ده دي جي اي 2 تمام مش 1، يعني المايك ده دي جي اي 2. طبعا هنا ده زرار التشغيل بتاعه، وده التايب سي عشان تشحنه، وهنا ده علشان تركب مايك خارجي بسلك لو عايز. في نفس الوقت ممكن هنا تركب كمان هنا اللي هو حواليك دلوقتي، اللي هو النويزي ديتكشن، اللي هو بيمانع الصوت، اللي هو ده اهو. ده بص كده معايا، اللي هو ده اللي هو بتاع الرياح، اللي هو لو في هواء او حاجه وانت بتصور اوت دور ومحتاج الصوت عازل الضوضاء، يعني اللي بيركب فوقيه، اللي هو بيركب هنا كده اهو كده بالطريقه دي كده تمام. فده المايك وده العازل اهو. اوكي، نيجي هنا كده كمان في مع العازل ده في الستراب ده اللي هو بتربطه في الكاميرا عشان تحطها في ايدك مثلا كده وما تقعش منك ولا حاجه خلال التصوير. نيجي بعد كده هنا عندنا دي عباره عن باتري زياده، علشان وانت بتصور او حاجه ومحتاج تصور اكتر وقت اكتر، فدي باتري زياده معاك. اوكي، طيب الباتري اللي هي جواها اصلا او البطاريه اللي جواها اصلا دي جي اي قايله ان هي بتصور حوالي ساعه و55 دقيقه متواصل، لكن بناء على الناس اللي هي عامله ريفيوز عليها بتقول ان هي على 4K بتصور حوالي ساعه ونص بس على 4K، which is حاجه كويسه طبعا. وانت معاك طبعا باتري زياده كمان، فتقدر تصور 3 ساعات متواصل which is حاجه كبيره جدا يعني مش قليله. طيب وده كمان نيجي نشوف الجزء ده كمان. الجزء ده عبارة عن ايه؟ ده الجزء اللي بيخليها تتحط على ترايبود، يعني هي من تحت كده ما ينفعش تحطها على الترايبود، من تحت بس فيها شاحن تايب سي عشان تشحنها، لكن ده بيركب فيها بالطريقة دي كده زي ما انت شايف كده، بيركب هنا كده، فبيزودها من تحت كده تكبر من تحت، يبقى فيها مكان للترايبود عشان لو حد عايز تحطها على ترايبود، وفي نفس الوقت يقدر يشحنها برضو، تقدر تشحنها منه وهي على الترايبود تمام. وفي نفس الوقت بيكبر مسكتها شويه علشان وهي صغيره قوي كده ممكن انت ايديك تيجي على الشاشه، فده بيكبر مسكتها شويه للناس اللي ايديها كبيره تقدر تستخدمها بالطريقه دي تمام. نيجي نشوف ايه تاني معانا في علبه علي بابا دي. ايه ده عندك حته الماجنت بقى الصغيره الجميله دي. حته الماجنت دي بقى بتعمل ايه؟ حته الماجنت دي يا معلم علشان تربطها بالمايك كده تحت التي شيرت بتاعك او تحت القميص، تحطها وفي نفس الوقت المايك يلزق فيه كده بالطريقه دي علشان تلزقه في التي شيرت او في القميص بتاعك او اي حاجه من الكلام ده كله تمام. نحط ده هنا والماجنت هنا. نيجي ده لسه الشنطه فيها والله لسه الشنطه فيها ما بتخلصش الشنطه دي. عندك بقى ده الترايبود اللطيف بتاعهم اللي بتوقف بيه الكاميرا، ده الترايبود اهو، نقدر نحطه كده بالطريقه دي، والكاميرا تقف على الترايبود، والدي جي اي بتاعته شكلها حلو جدا زي ما انتم شايفين كده، بصوا علامه الدي جي اي، والكاميرا ينفع تقف بالطريقه دي كده تمام. عشان لو عايز تصور تعال نشوف في حاجه تانية في الشنطه. لسه في كيبل تايب سي تمام عشان تشحنها دي. في حاجه هنا كمان ايه ده، في عندك بقى هنا يا معلم لينس او عدسه تانية. طبعا الكاميرا دي العدسات بتاعتها بتركب عليها ماجنت كلها، عندك عدسه تانية عدسه واسعه علشان لو عايز تصور كادر اكبر، فالعدسه دي بتركب هنا على الكاميرا من هنا بالطريقه دي كده، ماجنت بالطريقه دي كده اهو. دي كده اديتك وايد انجل او اديتك عدسه اوسع اكبر من العدسه اللي موجوده في الكاميرا حاليا تمام. وممكن تقدر تشتري لها كمان عدسات تانية بدرجات تانية. فبصراحه انا شايف دي كده كانت محتويات الشنطه في العموم. شنطه جامده جدا متقسمه جوه هنا عشان تقدر تحط فيها الحاجات دي كده. محتويات الشنطه عامه عندك الحاجات دي هي محتويات الشنطه. طبعا دي السكرين بروتكتورز اللي احنا جايبينها، هنفتحها مع بعض برضو ونركبها على الجامبل او على الكاميرا البوكيت 3 تمام. دي كانت محتويات الكاميرا. تعالوا نجرب نفتحها لاول مره مع بعضينا كده. فاول حاجه هنشيل الحته دي كده خلاص، نحطها هنا على جنب. والكاميرا دي حلاوتها ان هي بتتفتح اول ما هتعمل كده، اول ما هتحرك دي كده بالجنب كده
هتبتدي تفتح على طول من غير ما تدوس زرار الباور، وهتلاقي التروس او المواتير بتاعه الاستابلايزيشن ابتدت تتحرك. بصوا هتلاقوا الكاميرا بصوا ثابته ازاي مهما اتحركت يمين شمال فوق تحت. بص ثبات الكاميرا عامل ازاي. تمام. طيب اول حاجه هنختار اللانجوج بتاعتنا، انجلش عربي، في بص كل اللانجوج اللي انت عايزها، انجلش عربي بقى وكل اللي انت عايزه. نختار العربي مثلا. طبعا الشاشه بتاعتها تاتش سكرين. طبعا هنا طلع لي اسم الجهاز، وطلع لي الكود بتاعه علشان اخده على الموبايل وابتدي انزل الابلكيشن بتاعها عندي على الموبايل. فهنعمل كده مع بعض ونخش نجيب الابلكيشن كده، نصور ده كده او كده، نخش نجيب الابلكيشن بتاعها زي ما انتم شايفين كده. وده البرنامج بعد ما نزلناه اسمه DJI ميمو. فهنفتحه كده بقى نشوف اوبن اهو زي ما انتم شايفين كده يفتح كده. واول ما هتفتحه واللي عندك الكاميرا مفتوحه برضو هيطلع لك ان هو لقى كاميرا، فهتقول له جوين. هنعمل له جوين كده تمام. فهيفتح الكاميرا بتاعتنا، المفروض يعمل كونكتنج كاميرا. بصوا كده بيقول لي نو اس دي كارد. طبعا هوريكم ازاي دلوقتي الاس دي كارد اللي هنحطه. ادي الكاميرا اهي نفس اللي انتوا شايفينه هنا، ونقدر نعمل ايه بقى، نظبط الاوبشنز بتاعتها والحاجات كلها من هنا او من على الكاميرا ذات نفسها. طبعا احنا الكاميرا اتفقنا ان هي بتصور 4K و120 فريم بير سكند، والباتري الانترنال بتاعتها بتتشحن. صحيح دي احلى حاجه فيها ان هي بتدعم الشحن السريع، يعني من 0 ل 80 بتوصل ل 16 دقيقه بس بتشحنهم من 0 ل 80 which is حاجه كويسه جدا. طيب بالنسبه لكارت الميموري فلازم تجيبوا كارت ميموري يكون من الكروت السريعه جدا. فانا اخترت الاكستريم برو، ده ريكومندد باي DJI برضو. سانديسك اكستريم برو جبت 256، ده بيدعم ال 4K الالترا اتش دي وسرعته عاليه جدا. فنفتحه برضو مع بعض دلوقتي ونركبه في الكاميرا. بس تعالوا الاول نقفلها كده. بصوا قفلنا، تقفل هنا كمان كده. فنفتح مع بعض الكارت كده زي ما شايفين كارت. هحط لكم برضو لينك الشراء بتاع الكارت في الديسكريبشن بتاع الفيديو. ده الورنتي بتاع الكارت هتلاقيه جوه كده بالطريقه دي. تمام. نفتح الكارت كده. طبعا دي مش مهمه قوي. هو هنا بصوا على الموبايل بيقول لي ان هي ديسكونكتد، ان احنا قفلناها. طيب نفتح برضو دي. طبعا الكارت بيجي مع الادابتور بتاعه عشان لما تحب تركبه في مكان يكون فيه SD كامل مش مايكرو SD، لان ده الحجم المايكرو، ده الSD الكامل. ممكن تركبه حتى في الكاميرا بتاعتك لو انت عندك كاميرا سوني او حاجه ممكن يركب فيها. نفكه كده. وده الكارت. وعشان تركب الكارت يا معلم بتيجي هنا، ده مكان مدخل الكارت، بتيجي تحط الكارت بالطريقه دي كده اهو كده، تحطه بالطريقه دي وتضغط عليه ضغطه جامده لجوه لحد ما تسمع التكه بتاعته. بصوا مش هيخش حد اهو، سمعنا التكه بتاعته كده كده. ايه الكارت دخل. ودلوقتي ممكن اشغلها تاني، فكده هي جواها كارت فمش هيقول لي ابدا. هنا برضو هيرجع تاني يقول لي كونكت، فهعمل كونكت معاها. لقاها اهي جوين. فنخش عليها. طبعا الابلكيشن بتاعها ده فيه كمان اديتور، يعني فيه زي فيديو اديتور تقدر تعمل عليه اديت على طول من جوه الموبايل على طول للفيديوز اللي انت هتسجلها. تمام. ده الابلكيشن زي ما انتم شايفين. هحرك انا هنا كل حاجه هتبان هنا كده اهو، مثلا اهو DJI كده. ومن احلى الحاجات اللي فيها طبعا الفوكس بتاعها. بصوا الفوكس بتاعها عالمي ازاي، يعني الفوكس جامد جدا حتى بصوا انا بصور اللي هي شايفاه. طيب تعالوا نجرب اللينس اللي جايه معاها. اللينس دي كده ركب اللينس دي الوايد لينس. طبعا احنا عارفين ان هي بتركب ماجنت بالطريقه دي كده على طول. فتعالوا نجرب الوايد لينس. بقت اعرض، المساحه بقت اعرض. تعالوا نشيلها. فدي لينس اوسع، وخصوصا هتنفع معاك في السيلفي لو انت بتصور وانت ماشي. بس كده يا معلم، ده كان الانبوكسنج بتاع الكاميرا الجامده اللي معانا النهارده. الكاميرا دي بصراحه يعني كل كرييتور، اي واحد صانع محتوى لازم يبقى عنده الكاميرا دي. الكاميرا دي هتفيده جدا في كل حاجه. طبعا هنعمل عليها ريفيو طبعا بعد استخدامها بفتره، فهنجربها ان شاء الله. وبعد فتره كده هنشوف الريفيو بتاعها هيكون عامل ازاي، وايه احسن الحاجات اللي فيها والخصائص والكلام ده كله. اكتب لي في الكومنتات ايه رايك فيها يا معلم. ولو اول مره تشوفني بقى لايك وسبسكرايب وشير، واشوفك في فيديو جديد من ديجو تيوب. سلام.